اليوم راح أسوي أطيب كيكة ليمون المنعشة. قبل ما أبدي بطريقة التحضير، المكونات مال الكيك لازم يكون كلهم درجة حرارة المطبخ حتى ينجح أثناء الكيك. والفرن أنا مشغلتها على 180. هنا راح أضيف الشكر والبيض وأخفق حتى الخليط يصير كريمي. القالب أنا مدهنتها بالسمن، السمن أحسن من الزيت. هنا ضفت الزيت والزبدة والحليب لازم يكون دافي. أرجع أشغل الخلاط وأبرش حبة نم حامض، بس البرش مالتها، بيكنج باودر، الفانيلا، الطحين لازم ننخلها أحسن يكون، رشة ملح. أرجع أخفق تقريبا مدة دقيقة. هنا ضفت 3 ملاعق طعام عصير نم حامض. شوية أخلط وراح أفرغها بالقالب وأدخلها الفرن. راح نحضر الصوص مالتها، كوب شكر مطحون، وراح أضيف وياها 4 معالق عصير نم حامض، وأبدي أخفق حتى الخليط يجي يصير لا سائل ولا ثخين. راح أوزع الصوص اللي حضرناها على الكيكة، رشة برش الليمون للتزيين وللطعم. الكيكة يعني طعمها كلش طيب ولا أروع.